شرس، سريع، وساعات غدار. الكلب أوفى صديق للإنسان؟ بس مش دايما الكلاب لطيفة ولذيذة كده زي ما بنشوفها في الأفلام. في منهم أنواع كتير. لو مثلا شافوا حد غريب أو شافوك بتشكل تهديد ليهم مثلا هيتحولوا لكائنات قاتلة في لحظة. في الحلقة دي هقول لك أخطر سلالات كلاب العالم وليه بيبقوا خطر، وإزاي تقدر تتعامل معاهم لو قابلتهم حتى صدفة في الشارع أو حتى عند جارك. طبعا زي ما أنتوا عارفين في المركز الأول هو الكلب البيتبول. الكلب ده أصلا مخلوق عشان يدخل معارك. أنت مش شايف عضلاته عاملة إزاي؟ عامل زي بموتة في نفسه كده. طبعا فك قاتل بسم الله ما شاء الله، لو قفش فيك يعني مش هيحلك. المشكلة بقى إن الكلب ده لما بيعض ما بيسيبش بسهولة، عشان خطورته اتحظر في بعض الدول زي بريطانيا واستراليا نيوزيلندا وكندا وبعض الولايات في امريكا. الكلب ده ممكن يبقى لطيف لو اتربى صح، لكن لما بتحصل له نوبة هجوم وما بيكونش تحت التدريب شكرا كده. لو بصيت مثلا على الصورة دي، ده كلب نوع روتفايلر، تحسه هادي وجميل ووفي، بس لو شك في نيتك قول على نفسك الرحمن الرحيم. انا عايزك تتخيل ان الكلب ده زمان كان استخدامه ايه بقى؟ يا اما يحرس صاحبه يا يحرس مزرعة، يا اما يسحب عربيات ببقه. انت متخيل القوه؟ في الاخر انت عايز تقعده على سطوح في ارض اللواء، حرام عليك. طب لو جيت بقى بعد الشر صادفت حاجه من الكلاب دي هتعمل ايه؟ اول قاعده، ما تعملش اي تواصل بصري معاه، ما تبصلوش. تاني قاعده، خليك هادي بسيط، ما تعملش اي حركه ممكن تستفزه. ولو معاك بقى حاجه تلهي بيها فهو في الاول وفي الاخر كلب، اول ما هترمي له حاجه هيروح وراها على طول. او اقول لك كمان ممكن تعمل ايه، بس هخرج اجيب شويه ميه واجي اقول لك. انا مظلومه ظلم، انا تعبانه تعب كفايه اني افترى. حسبي الله ايه يعني يلعب معايا كل 5 دقايق؟ بس برضه يا جدعان مش عشان بعض الكلاب بتعمل كده يبقى هو كان كله كده. في برضه حاجات احلى كتير. عندك مثلا سنه 2011 في كندا كان في شاب بيتمشى مع كلب الجولدن في الجنينه، فجاه ظهر دب بري وراح ناحيه الشاب عشان يهاجمه. هل الكلب بقى فضل يفكر مرتين انا لو دخلت الخناقه دي خسران؟ طب اروح اكلم الناس واجي؟ طب اكلم الاسم؟ مفكرش مرتين. الكلب بدون تردد بدا يعوي ويعض فيه وظهر له سلوك عدواني جدا لحد ما الدب خاف وفضل يتراجع، والكلب طبعا اتصاب اصابات خطيره. بس هل فكر في كده؟ مفكرش في كده، ما ترددش ثانيه انه ينقذ صاحبه. طبعا اشهر قصه وفاء كلنا عارفينها، هاتشيكو في اليابان. كلب بيستنى صاحبه كل يوم قصاد محطه القطر، وفي يوم من الايام صاحبه ركب القطر ومشي ومرجعلوش تاني، ومن ساعتها وهو فضل مستني صاحبه قصاد محطة القطر لمدة 9 سنين. وبعد ما مات الناس هناك عملوا له تمثال لأنه بقى رمز للوفاء. وانت مش قادرة تستنيه يخلص جيش. والوفاء بس مش في الحياة العادية، شفنا السينما وثقته في أفلام كتير قوي زي جون ويك اللي الناس كلها ضده وهو ساكت. اول ما حد مس الكلب بتاعه خرب الدنيا كلها، قتله بتاع 440 واحد لحد دلوقتي. وزي ما شفنا برضه في فيلم اما ليجند بتاع ويل سميث، الكلب فضل معاه من اول الرحله لاخرها. بس هو ليه دايما لازم الكلب هو اللي يموت والانسان هو اللي ياخد بطوله مش العكس؟ والسؤال اللي دايما هنا بيتكرر، ليه الكلاب بتهوهو عليك كده وانت طالع من صلاه الفجر؟ لا انا بسأل. هقول لك يعني اللي انا سمعته وعلى حسب ما سمعت ان السر مش في التوقيت، السر في الهرمونات. وقت الفجر الدنيا بتكون هاديه وكله هس ومره واحده تلاقي ناس بتتحرك وحركه غريبه ومش معتاده في الوقت زي ده، فالكلاب طبعا بتتخض، بتبقى متأهبه ان هي تدافع عن نفسها وسط ايه ده مسيحي وفجاه بيعملوا ايه. ودايما بقول ان الكلب ما بيقعدش من فراغ، بس هو حساس حبتين. كلب ممكن يكون اخطر من اي حيوان لو متربى صح، لكن هو كمان اوفى مخلوق ممكن تشوف في حياتك. الوفاء مش بس صفه بشريه، ساعات بتشوف الوفاء في عين كلب مستعد يفديك بروحه من غير مقابل. وفي الاخر ما تنساش لايك، سبسكرايب، سلام.